دلوقتي يا شباب احنا هنتكلم عن أداة قوية جدا في صناعة المحتوى، ألا وهي Thick AI. هنبحث عنها. هتظهر عندنا بالشكل ده. هنضغط عليها. بصوا لو انت لسه ما سجلتش هتدوس ابدأ مجانا بالنسخة المجانية المتاحة بالنسبة لك. لكن أنا مسجل قبل كده فهدوس تسجيل دخول يعني. تمام. هيظهر عندك هنا في البداية يعني آه، فور اوبشنز. أولا كده اللي هي النسخة المجانية اللي أنا شغال بيها دلوقتي ليك 2000 كلمة. تمام. محادثة ذكية ومحرر ذكي ومش عارف ايه. التاني بقى اللي ب10 دولار دي الاحترافية. دي فيها ميزات أكبر اللي هي تقدر تأكسس على القوالب والدعم الفني وإدخال معلومات غير محدودة كل الكلام ده يعني. بعد كده ب25 دولار تقدر تعمل قوالب بقى وإدخال معلومات غير محدودة و3 أصوات للعلامات التجارية وكل الكلام الجميل ده. في بعد كده بتاعت الأعمال الكبيرة زي الشركات والشركات الكبيرة وكده. تمام، حلو جدا. بص، هو في القوالب هتلاقي حاجات كتيرة جدا. قوالب جاهزة عن مثلا آه description ليوتيوب، كتابة مقالات كاملة، مقدمة المقالة، خاتمة المقالة، حاجات لمولدات الهاشتاج، كل الكلام الجميل ده. عنوان لفيديو، مقدمة لفيديو، ايميلات، كل الكلام الجميل والرائع ده. ولكن لو جينا بصينا هنا هنلاقيها بفلوس يعني. تمام. لو ضغطت عليها كده حاولت مثلا تقول له آه عايز ايميل، دوس توليد، هيقول لك ميزة القوالب غير متاحة، يرجى الترقية. تمام، حلو جدا. وبرضه نفس الكلام في الأصوات وكده، نفس الكلام في مولد الصور، ونفس الكلام في كل الكلام يعني الباقي. تمام. ممكن ندخل على المحادثة دلوقتي ونتكلم معاه يعني. ممكن نسأله أول سؤال مثلا، أو نطلب منه طلب. عايز منك تكتب وصف لقناتي على اليوتيوب، لقناتي على يوتيوب كمدرب ذكاء اصطناعي مثلا، وندوس ارسال. هيرد عليك: مرحبا بكم في قناتي، انا اسمي مش عارف كذا، وكتب لك وصف كامل لقناتك. انا ما حددتلهوش. لو انا حددت له مثلا 50 كلمه 30 كلمه هيرد عليا بالرقم اللي انا عايزه. مثلا دلوقتي ممكن نقول له عايزين، لو عايز آه، وصف لفيديو عن التنميه في 30 مثلا كلمه. اوكي، وندوس ارسال. بص كده الفرق، ان هو يعني جابهم في آه كلام مختصر جدا، كلام واضح جدا في 30 كلمة بالظبط. ما تخطاش هذا الوضع، ممكن تعدهم عادي جدا يعني. تقدر هنا مثلا تعمل نسخ. ممكن مثلا نقول له عايز إعلان لمطعم كشري، كشري في تركيا مثلا، تخيل. وندوس بقى إيه؟ إرسال. أنا ما حددتش النبرة هتبقى عاملة إزاي، الأسلوب، كل الكلام ده لازم أنت تحدد الكلام ده عشان يطلع لك ريزلت كويسة زي ما اتكلمنا في أي تول AI يعني. تمام. ممكن هنا تعمل نسخ، ممكن هنا يعني تعمل فيدباك للمحتوى ده. حلو جدا. عايز مثلا، ممكن نقول له ممكن نقول له مثلا عايز آه، اعرف ازاي اتعلم صح. ودي حاجة مهمة جدا على فكرة يعني، ان انت تعرف ازاي تتعلم صح. دي من اهم الحاجات اللي هتوصلك اللي انت عايزه. بصوا كده يعني جاب لك في 10 points. طب دلوقتي ممكن لو قلنا له
آه عايز اعرف ازاي اتعلم صح. ازاي اتعلم صح في 10 كلمات. بص كده، دوس ارسال. بص الفرق بقى، حدد هدفك، استخدم مصادر متنوعة، وكرر المعلومات بانتظام. طب مثلا ممكن يعني نخلي دي مختلفة، مثلا عايزها باللهجة المصرية. اللهجة المصرية ويفهمها الأطفال مثلا. بص لما قلت له عايزها باللهجة المصرية ويفهمها الأطفال، عملها لي في 3 نقاط كده منظمة. وحط هدفك قدامك، استخدم كتب وفيديوهات، كرر اللي اتعلمته. عملها بطريقة تانية خالص. تمام. ممكن مثلا نقول له عايز محتوى لقناتي على فيسبوك مثلا. تدوس إرسال. اداك بقى اقتراحات كتيرة جدا ممكن تختار منها. ممكن تقول له مثلا اختار واقتراح من دول. اوكي. وندوس ارسال. اقوى اقتراح من بين هذه الافكار هو وصفات الكشري الشهية. تمام. حلو جدا. حلو جدا يا شباب. بصوا انتوا تقدروا تعملوا حاجات قوية جدا وجميلة جدا بالأداة دي. أنصحكم تستخدموها، ولو هتستفادوا منها اشتركوا عادي في الترقيات بتاعتها. الموضوع يعني ب10 دولار تقريبا، فالموضوع بسيط جدا يعني. مش هيكلفكم كتير. ما دام انت بتشتغل بالحاجة دي حاول تستفاد منها، سواء كانت بفلوس او سواء كانت فور فري. ويعني معظم الادوات فلوسها غير مبالغ فيها، يعني فلوسها بسيطة جدا. فحاول تستفاد بالادوات دي دلوقتي. حاول تشتغل بيها. حاول تستخدمها. خليها تسهل عليك. حلوة جدا. يلا بينا بقى. باك.